هو المحتضنين ديال جوهره ولا ليزورغانيزاتور ديال جوهره وضعوا فينا الثقه. انا صراحه مور هاد الاشغال اللي كنا قمنا بها السنه الماضيه والمنتجع ديال سيدي بوزيد تغير فيه بزاف د الحوايج، ولا منتجع الحمد لله راقي. نتوما كتشوفوا ممكن ان الزوار الكرام كيشاهدوا الفضاء كيفاش داير، ولا عندنا واحد الفضاء كبير اللي اننا نستقطبوا فيه واحد العدد كبير ديال الزوار. فكنظن ما بين ان يكون في مسرح عفيفي وهذا الفضاء هذا، كنظن كان واحد الفرق كبير بزاف. يعني انتم نقلتوا الان جوهره لصوره جامعه مولاي عبد الله. شنو الاضافات النوعيه اللي غتعطي مهرجان جوهره؟ والاضافات النوعيه هو كما كتشوفوا واحد العدد كبير ديال الزوار غير ما بين البارح واليوم، راه واحد العدد ضعف واحد 10 ولا 15. حنا غادي تجلب لنا ناس، وهذا هو الغرض ديالنا، اننا ننشطوا الناس ونكونوا عندنا في النظم ديالهم. ولكن اللي كنوعد به انني اليوم صراحه تفاجات لقيت بان الناس محتاجه المهرجانات، محتاجه الموسيقى. اننا ان شاء الله غادي نحاولوا بس السنه الجايه ان شاء الله يكون المهرجان الاول المصطفى ديال سيدي بوزيد ضعف واحد 10 ولا 15. حنا غادي تجلب لنا ناس، وهذا هو الغرض ديالنا، اننا ننشطوا الناس ونكونوا عندنا في النظم ديالهم. ولكن اللي كنوعد به انني اليوم صراحه تفاجات لقيت بان الناس محتاجه المهرجانات، محتاجه الموسيقى. اننا ان شاء الله غادي نحاولوا بس السنه الجايه ان شاء الله يكون المهرجان الاول المصطفى ديال سيدي بوزيد. بالنسبه للمنتجات ديال سيدي بوزيد تم التأهيل ديالو، شحال ديال المده تقريبا للاستغراق وشنو الحوايج اللي ضافوا لهذا المنتجات؟ العام اللي فات كما كتعرفوا درنا واحد الاشغال اللي ما فاتش واحد المده ديال 5 شهور. كان عندنا واحد التحدي باش يكون موجود في الصيف، اللي تقريبا تصرفات على واحد 100 مليون ديال الدرهم. والحمد لله راكم مشوا الاشغال كلها تكدات. هذه السنه هذه درنا واحد الغلاف مالي ديال 6 مليون ديال الدرهم، اللي درنا الاضواء الكاشفه هذه الجديده ومع الاضواء ديال البحر. واللي نقدر نقول ليه ان المصطف ديالنا بواحد غادي يجونا ان شاء الله الناس غادي يلقاو بواحد الحله جيده. النظافه راه حنا واقفين عليها بيدينا. كنظن من انظف المصطف اللي كاين تقريبا على الصعيد الوطني. لكن حنا جد مسرورين البدايه اللي انطلقنا بها في هذا الموسم. باش كتوعدوا الساكنه ديال تراب جامعه مولاي عبد الله خلال الفتره المتبقيه من ولايه، باش نزيدوا نحسنوا البنيه التحتيه هذه اولا. ثانيا باش نزيدوا حتى التنشيط، لان صراحه قبيله تلاقيت مع شي اخوان ديال مولاي عبد الله كيتساراو كيقول لك سيدي بوزيد هو ناشط، مولاي عبد الله راه شويه كئيبه. عندهم الحق. خصنا نفكروا باش ما بين هاد الشهرين هذه ما بين سيدي بوزيد ومولاي عبد الله اننا نديروا واحد 2 مهرجانات. المهرجان الاول ديال سيدي بوزيد ان شاء الله اللي كنواعد به ان شاء الله غنديروا جميع الجهات ديالنا باش السنه الجايه يكون مهرجان في المستوى. وما ننساوش بان مولاي عبد الله ستاخذ حتى النصيب ديالها فيها من التنشيط، سواء في مور مولاي عبد الله ولا مولاي عبد الله، باش نديروا واحد 2 مهرجانات اللي يكونوا في المستوى. مهرجان جوهره واش غادي يستمر السنه المقبله في سيدي بوزيد؟ انا على يقين بان ما غاديش يبقى غير جوهره طالونت. انا على يقين بان المصطفين بان لي زورغانيزاتور ملي شافوا هذا الفضاء وشافوا التوافد ديال الناس كيفاش غادي يكون، انا على يقين بان ان شاء الله غتكون عندنا جوهره لا كروند سين ان شاء الله. وحنا حنا موجودين ان شاء الله باش هادو لي زورغانيزاتور اننا نساعدوهم ونمدوا لهم يد المساعده باش ما تبقاش غير جوهره طالونت ولكن تكون الجوهره الكبيره. لان صراحه هذه الساحه هذه اللي دارت تستاهل باش يكون فضاء اللي يستضيف. التقييم ديالكم الاقبال واش الساكنه الجديده اكثر لوفدات سيدي بوزيد ولا المناطق الدواوير المحيطه بالمنتجع؟ لا، انا اللي كيبان لي بان الساكنه ديال الجديده هي اللي كاينه اكثر على حساب واحد لا تورني اللي درتها ان كاينه اكثر. لان الناس ما معلومينش واول مره كيداروا وحتى لاخر لحظه عاد حولنا درنا لا سين. كاين شي تقديرات اوليه ديال عدد الناس اللي زاروا؟ راه كاين المهم كاين ناس تقديرات ما عنديش بالضبط ولكن كاين ناس. شكرا لك.